انا كده يا حبايبي عجنتها واسيبها بقى ترتاح شويه، وبعدين نبدا نقطعها ونفردها. انا كده يا حبايبي قطعتها 5 كور كده. اول واحده فردتها اهي، بفردها كده بايدي، مش محتاجه مردنه ولا حاجه. ومش قادره اقول لكم بقى على ريحه الدقيق الذره مع الدقيق الابيض، فعلا فطيره فلاحي فلاحي. هفردها بقى وهجمعهم بعد كده مع بعضيهم. هي فطيره مش كبيره، صغيره، لان انا عاملاها يعني دوب تكفينا كده نفرين انا والحاج وخلاص. هلمها بقى كده يا حبايبي. انا فردت دول ولميتهم، وبعدين فردت الكبيره دي ال5 دي مش هلمها. هحط بقى فيها دي، احط عليها سمنه وافردها. افضل بقى اكرر كده لحد ما اخلص ال5 بالطريقه دي، والمهم مع بعض واحطهم في الصينيه، وهعملهم فوق البوتاجاز. هوريها لكم دلوقتي، لا فرن ولا توليع فرن في الحر ده ولا حاجه. هحطها فوق البوتاجاز كده على نار متوسطه، وبراحتها كده تستوي ان شاء الله. هخلص بقى دول وارجع لكم. دي حبايبي ال5. انا طبعا بحط بين كل واحده وواحده سمنه، علشان ايه تفضل عامله مفصوله عن اللي تحتيها. دي طريقه سهله وجميله جدا، وخصوصا لما تكون حاجه بسيطه يعني. انما لو حاجه كبيره هعملها بالمردنه وهيبقى شغل غير كده. هخلص بقى دي واجمعهم مع بعض كده يا حبايبي. كده ال5 فوق بعضيهم. هبدا بقى المهم تاني في بعض كلهم كده ال5، وهروح بقى فرداها في الصينيه، وهتكون دي اخر فرده، ونقوم نعملها على البوتاجاز مع بعض. هسيبها بس تستريح شويه وارجع افردها تاني. كده يا حبايبي انا دهنت الصينيه سمنه وسبتها ترتاح، وهحط لها تاني فوق كده سمنه على الوش، وهبدا بقى افرد فيها لحد ما تتفرد ملو الصينيه كده، ونروح نعملها على البوتاجاز مع بعض. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، ما شاء الله انا سبتها ارتاحت في الصينيه. وبصوا مجرد ما بعملها كده خلاص هنروح بقى على البوتاجاز ونعملها على البوتاجاز مع بعض. هذا كده يا حبايبي حطيتها على البوتاجاز على نار عاليه، ودوت طاجن اللي هو بيقولوا عليه الجريل، اسمه ده اللي هو زي السيراميك ده. المهم فبيستحمل يعني تقيل مش خفيف. معليه النار عليه. بصوا ما شاء الله بدأت تفقفق ازاي. اول ان شاء الله ما تستوي من تحت هروح قلبها على الناحيه التانية. وكده عملناها من فوق البوتاجاز سهله وبسيطه كده يا حبايبي. قلبتها على الناحيه التانية، حطيتها على الصينيه دي، ورحت قلبها بقى على الناحيه التانية عشان الصينيه دي تقيله عليا، بس هي حلوه ان هي بتستحمل انك تعلي النار عليها. ده اسمه جرانيت. ايوه بس الواحد ساعات بينسى الكلام. بصوا يا حبايبي استوت اهي. نعمل بقى الظهر التاني وكده خلصناها. وكده يا حبايبي خلصنا الفطيره زي ما انتم شايفين. سويتها على البوتاجاز جميله وهشه، ومن بره طريه، ومن بره ومن جوه، من بره ناشفه ومن جوه طريه. يا رب تعجبكم الطريقه. احلى فطيره مشلتته اتعملت في وقت بسيط. الى اللقاء في فيديو قادم.